إلهي وخالقي، يا من سعد برحمته القاصدون ولم يشق عنده المستغفرون، قد وجدت في وصالك لذتي وانصرفت نحو رضاك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي ودوام قربك راحة فؤادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد. اتمنى يا رب انه يعجبكم وينال رضاكم. يلا بينا النهارده فيديونا كده حلو كده وبسيط. يلا بينا كده مع بعض روتين كده بعد العيد. تعالوا نشوف احنا ورانا ايه. اول حاجة كده بدأت بيها، غسلت كده الملايات وفرش العيد وكده نشف. تعالوا نطبقه كده مع بعض. شلت كده فرش البيت وغسلته، فيلا نطبقه كده سوا كده مع بعض. وعشان لو وراك شوية غسيل قومي طبقيهم معايا ونتشجع كده سوا ونشوف احنا ورانا ايه. تمام كده زي ما انتوا شايفين. فما تنسيش لو الفيديو عجبك تعملي لايك، ولو انت اول مرة تشوفيني اتمنى ان انت تشتركي في القناة عشان حياتنا تكبر بيكم بإذن الله. تمام كده زي ما انتوا شايفين. قربت اخلص كده الغسيل. لازم اهم حاجة مادام كان عندك غسيل تطبقيه على طول عشان ما تكسليش. تمام انا كنت خلصت كده تطبيق زي ما شفتوا، وعلى طول هرصه كده في الدولاب. يلا بينا بقى ايه، نحط دورة غسيل تانية. عشان ايه ما يبقاش كده ورانا ايه غسيل كتير، عشان السبت يبقى فاضي. تمام حطيت كده الدورة زي ما انتوا شايفين. وحطيت لها كده المسحوق وحاسبة ان ايه تشتغل كده مع نفسها. تمام كده. ويلا بينا كده مع بعض نعمل الغدا. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل مكرونه بشاميل. فيلا بينا كده ايه. اول حاجه حطيتها على النار، حطيت ميه كده تسخن للمكرونه. فتعالوا كده قبل ما تسخن الميه نعمل ايه، نعصج اللحمه كده مع بعض. عندي كده هنا بصلايه كده حطيت عليها كده ايه ملح وفلفل اسود، وهبدا ان انا ايه اشوحها كده على النار شويه. تشويحه كده ايه بسيطه. زي ما انتم شايفين. وبعد كده على طول طبعا ايه هضيف عليها اللحمة عشان ايه تتعصق كده اللحمة معايا. خلاص هحط كده ايه التوابل، فلفل اسود والسبع بهارات
وتوابل اللحمة. تمام، هقلبها كده تقليب كده بسيط عشان كل التوابل دمج كده مع بعض. تمام، هسيبها كده تتسبك 5 دقايق كده. احنا زي ما انتم شايفين بدأ ان لونها كده يتغير، بدأت ان هي تتسبك شوية. يلا بينا نضيف كده كيس طماطم. دي طبعا الطماطم اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض في تفريزات رمضان. تمام كده ضفت الطماطم عليها، هسيبها كده على النار شوية. خلاص هنا كده بدأت المية تسخن بتاعة المكرونة، هضيف شوية زيت ومعلقة ملح. تمام، وعلى طول هحط المكرونة عشان تتسلق. تمام، هنا بدأت تتسبك كده الطماطم معايا، وتغلي لها كده شوية. هسيبها برضه على النار كده تتسبك شوية حلوين. خلاص هنا كده اتخلصت، هطفي عليها كده خلاص. تمام، خلاص هنا كانت المكرونة اتسلقت كده معايا وصفتها. تعالوا يلا بينا نعمل الصوص. عندي معلقة دقيق وشوية من الزيت. طبعا ايديكي تفضل فيها على طول، ما تسيبيهاش. تفضلي طبعا تقلبي كده عشان الدقيق يعمل كده مع الزيت ويستوي. طبعا النار ما تكونش عالية، تكون متوسطة عشان متحرقش منك. خلاص كده هقلب برضو. يلا بينا بقى نحط اللبن. ضفت كده اللبن عليه، وحطيت فلفل اسود، وهضيف عليه نص مكعب مرق. تمام، وضفت برضو مية لو في شوربة عندك ماشي، انا ما كانش عندي شوربة فضفت مية. خلاص هنا الصوص كان استوى. فيلا بينا كده نحط المكرونة كده مع بعض. انا بحب الطريقة دي قوي يا بنات، ان انا بحط كده المكرونة كلها في الصوص، بتبقى كلها شوربة كده
ان الصوص بيبقى طعمها حلو. لو ما بتعمليهاش جربيها هتعجبك جدا. تمام، يلا كده بقى بينا نحط الطبقات. هحط كده طبقة من المكرونة زي ما انتم شايفين، وبعد كده هحط في النص طبقة اللحمة. هبدأ اسوي كده اللحمة كده في كل مكان في الصينية. هنا سويتها كده وخلصت. يلا بينا نحط الطبقة التانية من المكرونة. تمام، فلو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي وتعملي كده كومنت حلو كده زيك يفرح قلبي. خلاص كده انا خلصت. يلا بقى بينا نحط البيض كده على الوش. جبت كده بيضة وبدأت ان انا احطها كده على الوش، تخلي الوش كده حلو جدا كده ولونه كمان حلو. وبتحمر برضو بشكل جميل. خلاص كده انا خلصت. ايه رأيكم بقى كده لما طلعت من الفرن؟ شكلها تحفة ولا طعمها جميل جدا يا بنات؟ وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. متنسونوش في اللايك. مع ألف سلامة.